تعالوا بقى نعمل بسبوسة بس مختلفة شوية عن العادي. اول حاجة معايا كيس بسبوسة 400 جرام. هنزود بقى عليه علبة زبادي سادة اي نوع، مش هتفرق النوع ايه. معانا بقى نص كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة، لا هي سايحة قوي ولا هي مجمدة. معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنقلب بقى الكلام ده كله. هنقلب مش هنعجن، البسبوسة ما بتتعجنش، هنقلبها بالراحة كده. شايفين انا بقلبها ازاي؟ بنفس الطريقة دي كده من غير ما ندوس عليها. دي بقى نص كوباية مية عليها معلقة عسل كبيرة، بس العسل اللي عندي ده متبلور يعني اتجمد في التلاجة، وممكن نبدله بسكر عادي. هنميكس بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه. صينية البسبوسة الجميلة بتاعتنا، انا مش عارفة دي مقاس كام بصراحة، بس هي اصغر واحدة في الطقم بتاعها، فانا معرفش المقاس كام. ندهنها بقى سمنة كويس خالص، وننزل بخليط البسبوسة بتاعنا. طبق صغير فيه مية بس من غير اي حاجة، وبايدينا كده نبدأ نفرش البسبوسة ونسوي وشها. هنطبطب بس بالراحة خالص من غير ما ندوس جامد. انا بحبها سادة، بس في المرحلة دي تقدري تزودي مكسرات لو انت حابة. نيجي للشربات بقى. معانا كوباية ونص مية، عليهم 3 معالق كبار عسل من بلور. لو ما عندناش العسل هيبقى نبدله بكوباية سكر، يعني كوباية ونص مية عليهم كوباية سكر. معلقة صغيرة سمنة، ورشة فانيليا حلوة كده. وهنميكس كل الكلام ده لحد ما كل الكلام ده يدوب على النار بقى، لحد ما يدوبك يدوبوا ويغلي غلوة واحدة بسيطة خالص. البسبوسة دخلتها فرن السخن درجة حرارة 180. خدت نص ساعة، وبعد كده شغلت عليها الشواية بتاع مثلا 5 دقايق او 10 دقايق وطلعتها. بسبوستنا سخنة وشربتنا كمان سخن، هننزله على البسبوسة على طول وهو سخن. هنسيبها تهدى خالص ساعتين 3 او ليلة كاملة براحتنا خالص، وقطعيها بالشكل اللي يعجبك، وتقدميها بألف هنا وشفا. طعمها تحفة، مرملة ودايبة، والسكر بتاعها مظبوط، وحاجة كده فوق العظمة. بجد لازم تجربوها. بصوا ماسكة نفسها وفي نفس الوقت بتدوب، بمجرد ما تحطيها في بقك بتحسي بدوبان كده. بجد مفيش حد دقها وما عجبتهوش، كله قال عليها تحفة. لازم تجربوها بجد وتقولوا انتوا كمان رأيكم. بألف هنا وشفا.